ورجعنا لكم تاني ولسه الليله مكمله. وبعد ما شفنا الاعلام العربي بيتعامل ازاي مع النادي الاهلي، وشفنا الايجابيات وشفنا السلبيات، وشفنا ازاي بيكون دايما في امانه في الاستوديو لما يكون حد بيشذ في الاراء، حد بينسى اراءه. لكن الحقيقه مهما حاولنا نوصف ما يحدث في بعض برامج الاعلام الرياضي المصري مش هنقدر نصل لمرحله ما هو أسوأ من اللي احنا هنتناوله حاليا. الحقيقه الكابتن رضا عبد العال بنى فلسفته الاعلاميه على قصه الترند، والترند يجي ازاي؟ قدم اي كلام بدون معنى، بدون سند، بدون اي فكر فني او اداري، والكلام ده علي فيه قوي وما تخليش حد يقول لك اي كلام مضاد ليه، وانت هتبقى ترند وهتنتقل من مكانه اعلاميه لمكانه اعلاميه اخرى. لا لا لا، مش على سبيل ان هو تدرج وبدا يتعامل وياخد خبرات الكاميرا والكلام ده كله، لا، مكانه ماديه. هو خلاص بقى بيلعب على النقطه دي، النقطه دي هي اللي مشغلاني، النقطه دي هي اللي مخلياني اظهر، النقطه دي. ما انا ما عنديش حاجه تانية اقولها يا جماعه. هو انتم مفكرين لما تجيبوني اتكلم فني هيكون عندي فني اقوله؟ ما عنديش والله. هتيجوا تكلموني اداري، انا عندي اداري اقوله؟ ما عنديش والله. انا عندي ايه؟ انا عندي اي حاجه، في اي حاجه نعلي بيها السقف ونطلع ترند ونتعايش وتزيد المشاهدات. ده رضا عبد العال باختصار شديد. طب هل ممكن في وقت من الاوقات يغلط مره ويغير موقفه اللي هو واخده على طول الخط ده لو تم احراجه ببطوله، تم احراجه بفوز؟ لا 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 لا، انا رايي ثابت، مش مبدئي ثابت. اصل في ناس عندها ثبات على المبدا، لا، كابتن رضا بقى عنده ثبات على الراي. ايه هو الراي؟ ولا حاجه. تعالوا نسمع الفيديو ده عشان نعرف الفارق ما بين اسوأ ما تناولناه في الاعلام العربي واسوأ ما هنتناوله من كابتن رضا عبد العال. يا كابتن، ده الاهلي السنه دي بادئ بدايه عشان ما لعبش حد. ايه؟ عشان ما لعبش حد. لا، في بص كده في العين يا كابتن في الملعب. استنى بس يا كابتن، استنى بس، اتك على الصبر. استنى بس تبص في ملعب العمليات التنظيميه ماليش دعوه في الارض دي. ده راجل والمصحف جاي بياكل عيش. مين ده؟ كولر؟ ايوه كولر. ازاي يا كابتن؟ ايوه كولر. لا لا، ده مدرب هايل. يا مين اللي قال لك مدرب هايل؟ يبقى انا اسمع بشهاده الناس كلها ده راجل يا جدع. ماليش دعوه بالناس، خد مني انا بقى، خد مني واسمع واتكيف. انا قلت لك مش هحكم عليه دلوقتي، حصل تمام. وقلنا بعد الماتش، بعد ماتش فيوتشر اللي فات حكمت عليه خلاص. عشان ليه؟ الدقيقه 20 في طرد اللعيب فيوتشر، في نقص عددي. الدقيقه 22 الاهلي بيجيب الهدف الاول، طبيعي تنزل تجيب الثاني والثالث والرابع، صح؟ وطرد حصل. ما انا قلت لك في الدقيقه 20 طرد حصل. الدقيقه 22 النادي الاهلي حسين الشحات جاب جون، صح؟ صح. فين هو بقى طول ال 70 دقيقه؟ وارد. لا مش وارد. ليه؟ واقف نايم على الخط. واقف نايم على الخط. الكلام ده لما تعيدوه تاني وتسمعوه تاني هتعرفوا فلسفه كابتن رضا عبد العال اتكونت منين. فلسفه كابتن رضا عبد العال اتكونت من جمل بتتكتب على تكاتك. لما اقول لك اتك على الصبر، اسمع مني بقى وخد وتكيف. ده مش كلام اعلامي ولا كلام رياضي ولا كلام فني ولا كلام اداري، ده كلام بيشوفه مكتوب على ظهر توك توك فبيجي ينقله لنا احنا في الاعلام الرياضي. ده كابتن رضا عبد العال اللي هو انا اسف جدا ما عندوش اي سي في يذكر في التدريب، ولما راح فرق يعني كان المفترض تصعد هبط بيها وحاجات كتيره جدا جدا جدا، جاي بيتحدث عن مارسيل كولر مدير فني النادي الاهلي اللي قدر ان هو يحقق دوري ابطال افريقيا. بس انت هتقول لي لا، لحظه، الكلام ده كان قبل ما كولر يحقق دوري ابطال افريقيا، فما تهرجش بقى اسامه. لما يمكن الراجل لما بيحقق دوري ابطال افريقيا بيكون موضوع اختلف وبيكون موضوعي وبيغير قصه التكاتك ويروح لاي وسيله مواصلات اخرى. ما اعرفش بقى. لا، كل الناس ممكن تتوب الا كابتن رضا عبد العال عن اي شيء سلبي يخص الاهلي لا يتوب. لما نسمع كابتن رضا عبد العال والنادي الاهلي متوج بدوري ابطال افريقيا في لحظه الاعلام العربي كله بيحتفي بيه، رضا عبد العال كان رايه ايه في كولر؟ نطلع ونسمع. قلت ممكن نزود جمله ثانيه على التورتايه بعد اذنك لو الاهلي كسب. قلت اي جمله ممكن نزودها؟ طب انا عايز جمله بس، هنكتب كولر مدرب عالمي. لا لا لا. ليه لا يا كابتن رضا؟ يا عم روح اجري.
ليه بس؟ يا عم روح اجري. خالد انت ما عندكش فكره يا راجل. خالد طب ما هو لو يا عم اقعد كسب ساكت ما تنرفزنيش يا راجل الراجل. النهارده. انت مش قلت انا الراجل يا كابتن رضا انت مش خلاص قلت حقك عليا. طب استنى بس يا يا مهيب. جدع انت مالك بقى؟ بقول لك ايه؟ طب انا عايز الجمله انا عايز رضا، الجمله دي يا حقك كابتن. عليا. يا ابن اللعيبه يا جدع مش هكتب وربنا ما هكتبها. خلاص يا كابتن ده لو رضا. خد 100 بطوله راجل ما عنده يا ده كابتن- ماسك النادي الاهلي يا كابتن اللي بيكسب النادي الاهلي طب وجماهيره. مش انت قلت- مش هو ما ده تعصبنيش. بيغير في الدقيقه 70 يا طب راجل. رد عليه طيب. يا راجل بيغير في الدقيقه 70 يا راجل. يا راجل روح بقى. الله يسامحك يا اخي، الله يسامحك، عصبت لي الراجل وانا عمال اسايسه بقالي. ده يقول لك مش لازم هو تيجي قال تنرفزه في الاخر يا يا مهيب بس ثانيه واحده. والله لازم تيجي تحط مش- الختم مش بتاعك هو مع قال مش كابتن هو رضا. كابتن يا عم انت مالك؟ انت بره الرهان. يلا عشان انت قلت خلاص وقتك والراجل بيخلص. سقف لك في موضوع اليافطه. ماشي انا موافق. وقتك بيخلص، واخد بالك؟ هو حر. بس انما تقول لي انت خلاص يا كابتن رضا حقك عليا. انا هجيب انا يافطه اكتب عليها كل يا عم المدرب عليها. حقك ما عليا، تكتب اللي انت خليك عايزه. صيادة. اكتبها. بص وانت داخل اكتبها على صدرك. واحنا بندي النادي الاهلي حقه وبنجيب الناس اللي ادت النادي الاهلي حقه، لازم كمان نجيب الناس اللي طول الوقت كانت بتحاول تشد النادي الاهلي لتحت، وعلى رأسهم رضا عبد العال. لان القصه ما كانتش مجرد رأي، القصه وانت بتحاول تقف على رجلك كان في حد طول الوقت بيحاول يخليك ما تقفش، بيحاول طول الوقت يستهدف كولر معنويا، وعملها مع موسيماني وعملها مع غيره، لان طول الوقت المدرسه واحده ان النادي الاهلي مش حقق اهدافه، طول الوقت المدرسه واحده ان دلوقتي اقول ده النادي الاهلي يكسب باي حد، النادي الاهلي يحقق البطولات باي حد، ولما تيجي تختار اختيار سيء او تختار اختيار ما يحققش البطولات هتلاقي رضا عبد العال في اول الصف اللي بينسى كلمه ما تحققش باي حد وهيقول لك ان انت فشلت. ليه؟ لان كان ده هدفه، كان هدفه مع كولر وهو قبل اللقب وبعد اللقب بيقول لك مدرب ملوش فيها. لا، مش كولر اللي ملوش فيها، انت اللي ملكش فيها.